تحية لكم أصدقاء. اليوم إن شاء الله غندير واحد الجولة اللي زوينة غتعجبكم إن شاء الله في مدينة قديمة. بداو بهاد البلاصة هادي، هذا مسرح سارفانتي، راه خوتي معروف وحدها واحد العقبة، عقبة سارفانتي، حتى هي معروفة خوتي. غندوزو من حدا نوريها لكم. ها المسرح كتشوفوا فيه راه كيخدع الإصلاحات والترميم باش يبان زوين ووجهة سياحية ويبدا خدام إن شاء الله. وحتى الفوق حدا سور المعكازين راه كيخضع الاصلاحات، وهذاك الشارع كامل كيصلحوا فيه لان ديك البلاصه هي الوجهه السياحيه الاولى بمدينه طنجه. نكملوا معكم اخوتي. هذا هو المسرح كما كتشوفوا، راه قديم منذ 1913. دابا الترميمات غاديه على قدم وساق. اصدقاء طالما العقبه السارفانتي ديال عقبة سارفانتي معروفة بالمحلات التجارية. هانتوما أصدقاء شوف، هي هادي يا خوتي. هاد العقبة سارفانتي معروفة بالبيع والشراء، محلات تجارية على الأنواع والأشكال ديال السلع. اللي بغى شي حاجة يجي يتقدى بالجملة وبالتقسيط أصدقاء. هنا طلعنا من عقبة سارفانتي، خرجنا في هاد البلاصة هادي فيها واحد السور اللي تاريخي أصدقاء كيدور بالمدينة قديمة. وهذا خوتي أنا صورته لكم، وبالضبط أصدقاء حداه السوق ديال السمك، السوق المعروف في مدينة طنجة، سوق مركزي كيجيو ليه الناس كيتقداو الحوت بكل الانواع ديالو. حنا خوتي دابا طالعين مع عقبة سارفانتي، دزنا على مركز السمك، محلات هنا تجارية العطارة أصدقاء. أنا خوتي خرج في السوق برا، وهذا محل ديال القهوة راه قديم، وهذا هو سوق برا أصدقاء كما كتشوفوا معايا. راه عامر وجهة سياحية أولى للزوار، السياحة الداخلية وكذلك الناس اللي على خارج المغرب تا هما كيجيو توريست أصدقاء كما كتشوفوا معايا. حنا سبحان الله خارجين في واحد الوقيته اللي يعني من ورا الظهر شوية وكاينة الحركة، فما بالك في المساء كتعمر الدنيا مزيان. هاد الجامع اخوتي كاين في سوق برا، اللي عرف السميه ديالو يقولها لي، اللي ما عرفش السميه ديالو يسمحوا لي. هنا اخوتي غنديكم واحد الساحه كاينه في المدينه قديمه بالضبط كذلك. ملي كتهبط مع سوق برا كتجبر هاد الساحه هذه اخوتي، راه قريبه لسوق برا. كاين داك الشارع فيه داك المحلات اللي وريتكم قبل هاد الفيديو. هنا اخوتي هاد الساحه هذه راه معروفه اللي فيها هاد المدفع، مدفع ضخم وكبيره اصدقاء. شوفوا معايا كي داير، راه كيدور اخوتي تقريبا نصف دائره. يعني ملي صنعوه حطوه تما، هادو الدراري كيسلموا عليكم اخوتي، راه وليداتي ايوب وعمران راه كيسلموا عليكم اصدقاء. شوفوا معايا الضخامه ديال المدفع، ويعني سبحان الله قديم بزاف وباقي محافظ على الصلابه وعلى الضخامه ديالو وشد بلاصتو اصدقاء. قدم لكم وليداتي ايوب وعمران. شوفوا معايا اخوتي، هذا هو المدفع. شوف هنايا التاريخ 1796 نيوكاسل. نيوكاسل اصدقاء كاينه في الميريكان ولا في الانجليز اصدقاء. اللي عنده شي معلومات على هذا المدفع هذا يشاركها معنا في التعليقات ونستافدوا جميعا. درت واحد التصويره تاريخيه مع هذا المدفع التاريخي اصدقاء. كبير شو ده مصر. باقينا خوتي في مدينه قديمه. ديتكم من هذا المدخل هذا، هذه البوابه التاريخيه اصدقاء اللي كتخرجنا لواحد البلاصه زوينه خوتي، وكتشوف مباشره على البحر وفي السور ديال المدينه قديمه اصدقاء. شوفوا معايا البوابه من برا وصورتها لكم من الداخل اصدقاء. انا دخلت دابا مع ذاك المكان. هذا هو السور ديال المدينه قديمه اصدقاء. وهاد البلاصه هذه راه كتشوف في البحر اخوتي، بحال
بحال المدفع، حتى هو كيشوف في البحر. هاد البلاصه راه كتشوف في البحر اصدقاء. الساحه راه مشهوره معروفه اخوتي، كاينه في بديت طنجه. شوف معايا اصدقاء واحد المنظر اللي بانورامي وبلاصه زوينه اصدقاء، وفيها حتى السياح كما كتشوفوا معايا. تلاقيت مع واحد المجموعه ديال السياح من الصين كيتساراو في مدينه قديمه، وكذلك من جنسيات مختلفه كيجيو يزوروا هاد البلاصه هادي. هذا فندق كونتينونتال راه معروف ومشهور اصدقاء، ومثلوا فيه افلام هوليوود من هذا جيمس بوند. هاد البلاصه راه تاريخيه، وسبحان الله واخا كاين الحراره وكاين الحال سخون، هاد البلاصه مبرده وبارده بزاف اصدقاء. هذه بلاصه اخرى اصدقاء جينا ليها، واحد الساحه كاينه قريبه من ديك البلاصه اللي حدا المدفع اخوتي، طريق وحده كديك لجميع الاماكن اصدقاء. وهاد الساحه هذه اخوتي راه فيها مطعم العشاب. مطعم العشاب اصدقاء معروف في مدينه قديمه، كيقدم وجبات السمك على الفحم اصدقاء. شوفوا معايا اخوتي، الساحه راه معروفه وجميله اصدقاء، فيها مقهى بغيتي تقهوى مع راسك، تشرب الحريره اللي بغيتي، وكذلك ما بغيتي حتى شي حاجه جلاس كاينين الكراسي. بلاصه مبرده زوينه، كنصحكم تزوروها اصدقاء. من بعد اخوتي ما تستريحنا شويه في ديك البلاصه ورجعنا شويه النفس اصدقاء، راجعين في حالاتنا، وصورت لكم هذا المدخل اللي ما صورتوش لكم اصدقاء. واثناء العوده نوريكم شي حاجه اللي باقي ما شفتوهاش اخوتي. بقاو معنا الله يعزكم. هنا اصدقاء راجعين مع سوق برا اللي فيه المحلات التجاريه التقليديه والعصريه، وهاد الطليعه هذه زوينه اصدقاء، بغيت نصور لكم حتى هي فرجه ممتعه. هنا اصدقاء خرجنا من سوق برا وكنخرجوا نيشان في هذه الساحه هذه اللي فيها ديك النافوره. هاد النافوره اصدقاء معروفه في سوق برا، كيديروا فيها اخوتي حلقات ديال التنشيط ديال الرياضه ومختلف الانشطه اللي كيتجمعوا الناس عليها في المساء وكيتفرجوا مع اليوتيوب. هذه الساحه اصدقاء اللي معروفه في سوق برا، هذا المدخل ديال سوق برا اصدقاء. فهذيك النافوره قدامها سينما الريف المعروفه اصدقاء، كما كتشوفوا معايا منظر جميل ورائع جدا. كنصحكم اصدقاء تجوا هاد البلاصه هذه، اللي جيتوا لطنجه زوروا هاد البلاصه، راه زوينه وفيها ما يتشاف وتدوزوا فيها اوقات جميله اصدقاء. اصدقاء وصلنا للنهايه ديال الفيديو، تبارك الله عليكم، ديما جاد جود، نايس جود.